خلاص بقى انتوا هتتمنظروا عليا، عايز تصلي يا عم صلي انت. واستمرينا تقريبا 3 شهور، كل اسبوع او اسبوعين بنعمل موضوع القنطره ده، وكل يوم بنقيم الليل ب10 ايات. بس يا صديقي الانسان ضعيف زي ما انتوا عارفين، والخطيئه بتاعته بتتمكن منه. اول واحد اتشد وبدا يبعد هو هيثم، لان خطيئته الكبر. بدا يستكبر ان هو كل اسبوع عند ايمن في البيت، وايمن اصلا هو مش بيطيقه. فمره من المرات ما جاش، صلينا احنا الثلاثه من غيره وكلمناه، ما جيتش ليه يا هيثم؟ لا مش فاضي. خلاص يا عم، طب الاسبوع الجاي نعوض. عملت ال10 ايات طيب النهارده تمام. الاسبوع اللي بعده هيثم ما جاش برضه. انت فين يا معلم؟ بخلص حوار كده مع الرجاله. طب ما تيجي. خلاص بقى انتوا هتتمنظروا عليا، عايز تصلي يا عم صلي انت. فبدا الكبر يركبه، وكل لما تحاول ان انت تنصحه وتقول له تعالى يا ابني ارجع، يتضايق ويبعد اكتر، يقول لك هو انت مين عشان تنصح؟ فهيثم وقع. بعدها بشهرين هريدي بدا يغيب، يجي يوم ويوم لا. انت فين يا هريدي؟ ابدا انا قاعد مع هيثم. يا ابني عندنا قنطره النهارده، قلنا هنقيم الليل، احنا مش متفقين. لا اصل بخلص مشكله كده معاه. يعدي اسبوع كمان ما بيجيش. القعده الحلوه بتاعه القهوه مع هيثم صاحبه اللي مليانه تنمر وسلاطه لسان والفاظ استهوته وحب يرجع لها تاني، وما قدرش في دماغه يبرر القعده الحلوه والصلاه وقيام الليل مع بعض. فبدا يقعد مع هيثم، وبعدين لما يجي ميعاد الصلاه يقول لك ما انا لسه اصل كنت قاعد بتريق على فلان وبشتم في علان وطالع من بقي الفاظ ما يعلم بها الا ربنا، اقول اروح اصلي فما يجيش. فمره في الثانيه في الثالثه بقى سهل عليه ان هو ما يجيش. فاتبقى مين؟ اتبقى ايمن وممتاز.